سنتين لعبيتي. خلينا ندخل في العمق مباشرة. أنت اشتغلت بداية 2012 إلى حدود 2013 تقريبا حماية الرحلات المنظمة لرجلي هذوما. كنت تشرف يوميا على تأمين الرحلات في اتجاه مختلف بلدان العالم. تقريبا كنت تشرف على 33 رحلة في تونس و10 في المستير و10 في جربة. في الفترة هذه تداولت وسائل الإعلام أنك أتحت شحنة الفرقة الأمنية في المطار تونس قرطاج، اللي هو ذكر أنه مطار تونس قرطاج هو بوابة حدود يتبع الحدود والأجانب، يتبع الأمن العمومي ويتبع للأمن العام. هالبوابة الكبيرة نتاع مطار تونس قرطاج كنت أتحت فيها بمخطط لتهريب الأموال. من خلال تجربتك نور المشاهدين كيف أتحتم بهالميكانيزم بالآلية نتاع الطبيب وهذه الفائدة اللي مش تحصل لنا في الحلقة هذه. تفضل سي عبد الكريم. قبل كل شيء عندي توضيح الساعة بالنسبة لإطلاق سراحي، ولكن ما زلت على ذمة القضاء واللي عندي فيه ثقة، وثقتي في دي نظيفة ما دام عملت حتى شيء. بقدرة ربي تبان براءتي إن شاء الله. وثقتنا كبيرة كذلك نحن في القضاء وفيكم وفي شخصكم. تفضل سيدي. وهذا مكسب من مكاسب الثورة، أنه القضاء مستقل ما يتأثرش لا معناها بالضغط الإعلامي ولا معناها بأي ضغوطات. طيب نرجع ل 2012. 2012 كنت رئيس فرقة حماية الطائرات. وردت علينا مكالمة معناها المقر المحافظة أنه فما عصابة معناها باش تهرب أموال. استنفرنا معناها الأعوان والإطارات في كامل أرجاء المطار. علمني من بعد إطار من الإطارات اللي كونه فما معناها حقيبة فيها فلوس بالعملة الأجنبية. حقيبة صغيرة أشكارها شنو هذه؟ حقيبة معناها متوسطة تحمل مبلغ مالي. عملة صعبة. العملة الصعبة الأجنبية الأورو. خروج في اتجاه دبي. المبلغ اللي فيها 3 مليون أورو. يعني 6 مليارات توانسي. مشيت للبوابة اللي باش نلقى 3 أجانب فهم 3 أجانب يحملوا 7 حقائب، كل حقيبة فيها 3 مليون أورو. شاورت عقيد في الديوانة بما أني ما عنديش فكرة على الإجراءات الحدودية، لأني مختص في مكافحة الإرهاب في حماية الطائرات. اتصلت به في المكتب نتاعو. في الأثناء فما معناها شكون اللي قال لي راهو الطيارة تستنى، حب يزرب معها العملية. علمني العميد هذا قال لي هذه فلوس تونس تخرج بطريقة مقننة، يعني يجيبوا معناها ديكلاراسيون أنها داخل الفلوس من معبر حدودي بوشبكة، وأنها تونس معناها بلاد عبور ومعناها تتعدى تمشي تخرج دبي في اتجاه دبي. يعني جات ما جاوا المسؤولين عطلتم الرحلة عطلتم الرحلة. عطلنا طبعا، مش عطلنا الرحلة مشات بطبيعتها، لكن بالنسبة للمتهمين يعني علمني الإطار بتاع الديوانة، قال لي راهو فما معناها هذه طريقة السيد هدايا راهو متعود معناها يخرج معناها في عنده 3 شهور يخرج في مبالغ معناها متفاوتة في اتجاه البلد الأجنبي هذا. مبالغ متفاوتة بالمليارات من العملة الصعبة. بالمليارات ومدني بوثائق معناها بما قيمة 220 مليون أورو. في تلك الفترة 500 مليار 400 مليار في ظرف شهرين 3 شهور. بالضبط. هل الأخيان بين ظفرين من دولة أجنبية الجارة الجزائر مع احترام الجزائرية متعودين في كل مرة يستعملوهم لتهريب الأموال. نعم. هو ناخذ الفكرة باش نرجع لك سيد العميد. نفهم حاجة أنا. نعم. بالنسبة للسيد اللي
يخرج في الاموال هذه، مش تونسي. أجنبي. مش تونسي، لانه فما تشريع، يعني فما مسائل قانونيه. اي نعم. اذا مش تونسي ليبي او جزائري من حقه انه يدخل باي مبلغ يصرح به في الحدود في النقطه الحدوديه اللي داخلها، ثم يحاول يخرج به من اي نقطه اخرى. هذه مساله قانونيه لا يجب حتى حد يمنع من ذلك، لانه حقه هذا ما دام صرح. لكن لو ما يصرحش وهو حتى لو يكون دخلهم حقيقه من بلاده، لما يجي يخرج يشد الفلوس هذا. لكن ما دام هو صرح بهم هو يعني خارج بهم بطريقه يعني قانونيه. سيد العميد. نعم. انا عندي، سامحني بالله، انا عندي هذه مسائل قانونيه يعني لازم. سيد العميد. هذا ما نشكوش فيه، لكن انا عندي مكالمه هاتفيه انه فما عصابه. علمني المسؤول الديواني انه هذه معناها ذوما راهم عصابه معناها متعوده انها تخرج في مبالغ كبيره. كي تشوف انت سيد هذايا معناها ما معناها كي تشوفه انسان عادي، يعني حتى بالعاميه معناها لابس شاكه بصباع، انه مخرج مبلغ مالي ب 21 مليون اورو، يعني مش شوي. طيب شوي. خلينا نضيف ونور المشاهدين سيد العميد فقط لو خلينا نقول عن الخلل الفني في انتظار يسامحونا في الميكرو. هنا السؤال اللي لازم يطرح للمشاهدين يفهموا سيد العميد. هو السيد عبد الكريم العبيدي اكتشف آلية ميكانيزم تاع تهريب، هم معتمدين علاش استعملوا الجزيريه هذوما الاجانب؟ لانه كما نقول لك في الديوانه اذا كان اجنبي يدخل من اي معبر حدودي في الحاله هذه مثلا داخلين بوشبكه يقوم بالتصريح العلني ويتعدى من حقه باش يخرجهم باب عبور. الاشكال اللي تم اكتشافه في المخطط هذا هو انه اول حاجه السؤال يطرح شنو هو اللي يدفع لو خيانها الجزيريه هذوما مع احترامنا دائما لشعبنا الجزائري، لو خيانها الاجانب هذوما انهم هازين اوراق في اليوم هذا قال لك هزوا ما يقارب اكثر من كل واحد 6 مليارات، اما في ظرف شهر هزوا 4 مليار. شو يدفعهم انه يعني ياخذوا الريسك انه يدخل فلوس في حقيبه وهزها لدبي؟ ما هو هزها من الجزائر لدبي اذا كان المساله. وبالتالي اللوبي اللي كشفه سي العبيدي هو ان هذيك فلوس تونسيه وانما تشترط التصاريح الديوانيه، وربما السيد لو ما خرجش من هنا من الحياه الراقيه دابوا المطار. هكا سي العبيدي ولا؟ ثم نقطه انه الزميل الديواني اللي هو عقيد علمني خلي راي هذه الطريقه اللي خرجوا بها في الفلوس ثلث عام كامل معناها من بعد الثوره، والطريقه هذه يعني هذوما ناس معناها كما نقولوا نحن باللغه العاميه جمولات. يعطيك الصحه، جمولات، انهم معناها مش هو صاحب الفلوس. وهذه ناس معناها تتصور انت من بعد العمليه هذه معناها احبطنا معناها في اسبوعين معناها مبالغ متفاوته ونفس الطريقه، يعني تحس اللي كونهم معناها الناس هذه تخدم معناها بطريقه عناقيد، يعني لو واحد يعرف واحد، يعني هذاك علاش معناها في جمعتين قعدنا نشدوا معناها في مبالغ متفاوته. ذكرت في النقطه هنا في الكواليس قلت لي الطريقه باش حصلتوهم بهم هذوما كيف قرموا فلوسي اقترحتوا عليه قلت له راه مش نوصلوك. هذا هي ايش قال لي هو؟ قلت له انا مش ما عنديش فكره على معناها الاجراءات الحدوديه. كلمته قلت له كيفاش نجموا معناها خلي برا امشي معناها طلعت انا وياه وخلي يقول له معناها باش نعطيك الفلوس نرجعك الجزائر. ايش قال؟ شنو جاوبني؟ خلي يخوضهم. وباش نعطلوا معناها العمليه مشينا نحسبوا في الفلوس. هو معناها بتعليمات من عند العقيد قال احسبوا الفلوس، معناها باش ناخذوا معناها متسع من الوقت باش يجي الامر مش التحجيز، خاطر معناها موضوع كيما هذا يلزم معناها امر معناها من فوق سياسي. يعطيك صح، سياسي ولا معناها من الوزاره، معناها امر عادي مرؤوسين انها باش تحجز الفلوس. ومن بعد حجزت الفلوس وقت تبينت انها معناها عصابه تحجزت الفلوس. علاش؟ خاطر نحن في المطار، خاطر نحن وقت اللي توزعنا في المطار فما من الاعوان اللي معناها في بهو المطار يعني شافوا لقاو معناها اجانب اخرين ومعاهم توانسه معناها ويتناقشوا معناها في الموضوع نتاع حجز الفلوس هذه. هذا يورينا اللي كونها معناها جانا التليفون هذا ثم عصابه. السيد معناها المسؤول الديواني معناها قال لي هذه فلوس تونس كيفاش تخرج بالطريقه هذه.
يعني معناها عمليه كامله مفبركه. والمهم سعد كريم هنا والتوضيح الساده المشاهدين أي. انه السيد المسؤول الديواني العقيد هذا أي نعم. انه امدك بكشف يبين لك انه الشخص هذا وغيره انهم العمليه هذه متواتره. اي يستعملوا بين الاخرين الجمولات هذه، يستعملوا في الاجانب باش يستعملوا النمطيه هذه يقول هاو بلد عبور، وكل الرحلات متوجهه نحو دبي. نحو دبي. نحو دبي. نحو دبي. وهي آلية من الآليات أن يجمعوا الأموال التونسية بالعملة الصعبة ويتم تخريجها بهذه على أساس أنه يعني يتم شراء التصاريح الديوانية هذه، والجزائرية ديما يتداولوا في في المطار بالطريقة هذه. لا وتشوف أنت معناها دخول العملة هذه كان من معبر واحد، وحتى السيد اللي مصحح في التأشيرة الدخول في تصريح الدخول معناها واحد موجب للشك ريبة يبعث الشك. انا ما عنديش حتى شوف انا معناها اللي خلاني نشد صحيح في الموضوع هذا انه معناها مكالمه هاتفيه معلومه امنيه تعلم لكونه فما عصابه. تحركت ومش انا تحركت وحدي، منظومه كامله تحركت. علمنا معناها المسؤولين الكل استنفرنا الكل في المطار وشدينا الفلوس هذه. وقت اللي شديت ثم مسؤولين معناها موجودين في نقطة العبور هذه، وقت اللي يعرفوا اللي كونوا معناها تشدت الفلوس تفرقوا. وكشف المخطط وتكشف المخطط وحجز الفلوس. ومش المخطط معناها لأنه هو كان معناها نزيف، معناها كان نزيف التهريب العملة الصعبة. صح بالضبط، كان نزيف. والسيد هذايا معناها الجزيري هذايا معناها العقيد اللي في الديوانه وراني تصاريح معناها 10 تصاريح لنفس الشخص. لنفس الشخص. قال لي الشخص هذاك نفس الجهه من بالضبط. وقال لي راهو بالنسبه معناها هذه الطريقه مقننه باش يخرجوا بها فلوس تونس، يعني هذيك فلوس تونس تخرج مش جايه من برا. والدليل اني كلمته قلت له باش نعطيك فلوسك، وهذا معناها الزميل معناها الشريف قال لي برا امشي قول له باش نعطيك دليل، قال لي برا قول له اللي كون باش نرجعك بفلوسك للجزائر. اش قال؟ بيت معبي بالفلوس مش شويه، بيت معبي بالفلوس، ماكينه جبناها باش تحسب الفلوس تكسرت من تعداد الاموال من ماضي ساعه نتاع النهار حتى للخمسة العشيه وهي تحسب لين الماكينه تكسرت وتحجزت الفلوس. مشات البنك سنترال من بعد وصرفها البنك سنترال البنك المركزي. انا وقفت مهمتي وقتي تحجزت الفلوس وسلمتها الديوانه ومشت معناها البنك سنترال. بالنسبه لي انا مهمتي فات وارتحت. وكان الفضل لله ولتكاتف المسؤولين الديوانه وامنيين شوف يكشفوا هذا المخطط. انا راني فرد من مجموعه مش لوحدي نخدم، مانيش سوبرمان كما كان الناس تروج عبد الحكيم العبيدي معناها والهاله اللي عملوا هالي. لا انا فرد من مجموعه معناها مسؤولين شرفاء من امنيين وديوانه اللي معناها وقفنا شوكه في حلق كل انسان حب يتامر على البلاد.